هنا التاريخ. بالنسبه لليهود اللي بيقولوا ان احنا اللي بنينا الاهرامات، كمان طالع الافروسنتريك بيقول لك ان احنا اللي بنينا الحضاره المصريه القديمه. طيب بالنسبه لليهود ازاي انتوا اللي بنيتوا الاهرامات؟ يعني انتوا عارفين يا ساده ان سيدنا ابراهيم 1700 سنه قبل الميلاد، والاهرامات مبنيه قبل سيدنا ابراهيم ب 1100 سنه. الكلام ده على فكره طبقا للتاريخ اللي حاطه المتحف البريطاني 2800 سنه قبل الميلاد. يعني الاهرامات مبنيه قبل جدكم سيدنا ابراهيم ما يتولد. انتوا عارفين ان سيدنا ابراهيم خلف اسحاق، واسحاق هو اللي جاب يعقوب، يعقوب جاب سيدنا يوسف. وانتوا عارفين ان بني اسرائيل هم بني يعقوب، اسمه اسرائيل واسمه يعقوب، واليهود جايين من بني اسرائيل. يعني الاهرامات مبنيه قبل جدكم سيدنا ابراهيم ما يتولد، يبقى ازاي انتوا اللي بنيتوها؟ وبالنسبه للافروسنتريك دول الامريكان اللي هم من اصل افريقي. طيب ازاي انت اللي بنيت الحضاره المصريه القديمه؟ ولما بنيتها ما بنيتهاش ليه على ارضك؟ ليه بنيتها على ارضنا في مصر؟ في عالمة جينات امريكيه اللي هي مارجريت كاندل سنه 1994 عملت دراسات على 3 شعوب. الجنس الآري اللي هم في ألمانيا اللي قال عليهم هتلر ان هم شعب نقي، واليهود، وجات عندنا في مصر سنة 1994 وقت اللي هو الجنس الآري اللي بيقولوا عليه جنس نقي وكده وشعب نقي، وقت على كل لون يا ابو تسته. ووقت ان اليهود اللي هم بيقولوا ان شعب الله المختار، وقت برضه ان يهود روسيا مطابقين للروس، يهود امريكا مطابقين للامريكان، ويهود الحبشه مطابقين للحبشه. يبقى من فين شعب الله المختار؟ لما جات عندنا في مصر بقول لك اخذت عينات من جميع النجوع، من جميع الكفور، من جميع المحافظات. اخذت عينات بقول لك من النوبه الاسكندريه، حتى عيادات الاطباء اخذت منها عينات. لقت ان المصريين 97.5% جيناتهم وحده، مسلمين ومسيحيين، شعب واحد جينيا وتاريخيا وبيولوجيا وجغرافيا كمان. وعلى فكره في عالم اللي هو مؤسس علم النفس اللي هو فرويد قال ان عقده اليهود الازليه هي الحضاره المصريه القديمه في كتاب موسى والتوحيد. يعني نجيب لكم من وين تاني واحد يشهد؟ يعني ما تقولوش يعني الواحد يتحرى الدقه في المعلومات. واستقيموا يرحمكم الله.